مالوش في خلفة العيال وربى مكانهم كلاب وفلوسه ضايعة عليهم. اتجوز 4 مرات وحظه مش حلو مع الستات. أم مطربة مشهورة عملت له أعمال سفلية، كان نمبر 1 في الرقص، وأحمد زكي وش الخير عليه. أسرار هتتصدموا وانتوا بتسمعوها لأول مرة عن الفنان علاء عوض. ايه سر انفصاله عن مراته المطربة مها خليل؟ ايه الكلام اللي قاله عن جواز بنت أخوه الفنانة جميلة عوض وصدم الناس كلها؟ في الفيديو ده أسرار هقول لكم عليها، بس خليكم متابعين معايا الحكاية للنهاية. رفض الخلفة وفضل إنه يربي مكان الولاد كلاب، واكتفى ببنات أخوه ال5، وأم مراته عملت له أعمال سفلية علشان يبعد عنها، وعاش حياته في مأساة بسبب الجواز. الفنان علاء عوض أخيراً ظهر بعد غياب طويل عن الأضواء، وكشف أسرار كتير قوي عن حياته وحياة بنت أخوه جميلة عوض. وحقيقي كل اللي سمع حكايته اتصدم من كلامه. ما كانش حد يتخيل إن ابن النجم الراحل محمد عوض يعيش حياته بالشكل ده، لأن كان حظه وحش قوي في الجواز. علاء عوض اتجوز أول مرة بعد قصة حب كبيرة قوي مع المطربة مها خليل، ومعاناة مع أمها اللي كانت رافضاه بالعشرة، وبتقول لو آخر راجل في الدنيا لا يمكن توافق عليه. وللأسف الجوازة دي ما كملتش، لأن أمها على حسب كلامه إنها عملت له أعمال سفلية كتير وأذته جامد. بعدها حاول يعوض حب حياته ويدور على إنسانة جديدة يكمل حياته معاها وينسى حبه لمراته الأولى، لدرجة إن اتجوز 3 مرات في 3 سنين وكل جوازاته فشلت. رفض علاء عوض الخلفة رغم إن في كل جوازة اتجوزها كان عنده فرصة إنه يخلف، بس هو قال لأ، هربي كلاب أحسن، وكمان عندي بنات أخويا ودول بمثابة بناتي، يبقى ليه أخلف؟ وفعلا لحد النهارده فرحان بالقرار ده ومش ندمان عليه خالص، ومضيع فلوسه على الكلاب، يعني بيصرف عليهم حوالي 70% من فلوسه وعلى قلبه زي العسل. المفاجأة إنه كشف لأول مرة إن النمر الأسود أحمد زكي هو اللي كان وش الخير عليه، واختاره بالاسم يشارك معاه فيلم مستر كاراتيه علشان يمثل فيه ويقدم الاستعراضات بتاعته. وقتها قال له طب بلاش أنا، ما تاخد أخويا عاطف، هو نمبر 1. قال له لو هو نمبر 1 بالنسبة لي كان هيبقى قاعد مكانك دلوقتي. بعدها قدم أكتر من بطولة جماعية معاه، والحلو إنه معترف بفضله عليه لحد النهارده، وبيقولوا لا ما كنتش قدمت بطولات، بس اللي خلاه ما كملش في البطولات هو إنه حب يريح نفسه وما كانش بيضغط كتير على صحته ويتعب وعنده يقدم مشهد صغير ولا إنه يعمل بطولة. علاء عوض شايف إن بنت أخوه جميلة عوض اتأخرت جدا في الجواز، وكان المفروض تتجوز من كام سنة، وفرح جدا لما اتجوزت المونتير أحمد حافظ اللي بالنسبة له هو رقم 1 في مصر. أخلاقه عالية وده مخليه مطمن عليها جدا وهي معاه، كان نفسه إنها تكمل حياته معاه فهنا وسعادة، ومحدش يقدر عليهم ويخبطهم عين تعمل مشاكل ما بينهم. وطبعا الجمهور استغرب قوي واتصدم لما سمعوا بيقول إنها اتأخرت في الجواز، لأنهم كانوا فاكرين إن الفنانين ما بيركزوش موضوع العمر أو إنهم يتجوزوا بدري.